على مدى 21 سنة أعاني من حياة زوجية صعبة جدا بسبب اكتشافي بعد الزواج أني حاملة لفقر الدم المنجلي، والخطأ من المستشفى أخبرنا بنتيجة سلبية، لكن واصلنا حياتنا حسب رغبة الزوج بفحص الجنين كل مرة في دولة. وحاليا معي 5 بنات وولد، وأمنيتي أن أرزق بطفل آخر، لكن زوجي يمنعني من الإنجاب بسبب المرض دون رضاي، فهل له الحق في ذلك؟ الحق في الولد هو حق مشترك بين الزوجين، ولأجل هذا المتقرر في فقه الشريعة أنه لا ينفرد أحد الزوجين بمنع هذا الحق دون أن يكون هنالك رضا من الآخر. ولأجل هذا إذا تقرر أن هناك حملا هو معرض لأن يكون مريضا بهذا المرض الخطير الذي هو فقر الدم المنجلي، فيجوز للزوج أن يمتنع من قرار الحمل، كما يجوز له أن يؤخره اتقاء للضرر، إذ لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. وفي هذه الحالة لوجود هذا الضرر الواضح والنتيجة الكبيرة يمكن أن ينفرد الزوج بهذا الحق، والله تعالى أعلم.